Slice of life rant number 5. بلاش كلام كبير. بلاش كلام كبير نتحايل بيه عن حاجة غلط احنا بنعملها. بلاش كلام كبير نداري بيه على مشكلة موجودة عشان مش عايزين نبينها. فخلينا ناخد أمثلة بسيطة. القصد ايه بالكلام ده؟ حاجة مثلا زي الكورة. فممكن تلاقي مشجع او واحد في استوديو تحليلي بيتسأل سؤال بسيط: فريقك ليه خسر امبارح؟ او ليه الاداء كان وحش امبارح؟ فانت بتتكلم في نقطة معينة، بتتكلم في ماتش. فلما تقوم قايل لي لا، عشان اقول لك ليه ده حصل محتاج تراجع 80 سنة من الظلم والاضطهاد وبتاع، لا ده ما غطاش على اي حاجة ان انت امبارح لعبت وحش ومعاك لعيبة وحشة واتهزمت. ممكن يبقى في سياق تاني لو هتتكلم تاريخيا او تقيم الوضع، لكن مش لازم كل سؤال بسيط يبقى الرد بتاعه نضخم المواضيع عشان نبان ان احنا مثقفين او نداري على حاجة معينة مش عايزين نبرزها. نفس الحكاية ده برضو بيحصل في الدين. خلينا ناخد مثال مثلا. احنا هنا مش بنجادج، مش بنحكم على حد، لكن انت حابب تعمل تاتو، او لما بيستضيفوا ممثلين اللي انا الى الان ما اعرفش ليه بيستضيفوهم يتكلموا في الدين، بس ما علينا. ممثل عامل تاتو، فطبعا المذيع عشان الحلقه تبقى ترندنج والدين اكتر توبيك بتعمل كونتروفيرسي وبلبله، فتقوم قايله له: انت مش عارف ان التاتو حرام؟ بص، قول لها انا شكلي حلو بالتاتوز وانا بحب ارسم على جلدي، لكن بلاش الكلام بتاع اصل انا ديني هو المحبه، اصل انا الشريعه بتاعتي هي السماحه، اصل انا مقتنع ان ربنا مش هيسيب الظلم والفساد اللي موجود في الكوكب ويركز على ان انا رسمت حاجه على دراع. ما تدخلنيش في حاجات كونيه، خليك صريح مع نفسك، قول انا رسمه عشان عاجبني شكله بيه. نفس الحكايه برضو في السياسه. حاجه انت مش عارفها او موضوع انت مش عارف ابعاده، عادي جدا ان انت تقول ان انت مش عارف ابعاده. عادي جدا ان انت تتكلم في بساطة من غير مصطلحات كبيرة، مش لازم الاليات والاشكاليات والصهيو امريكية قطرية برعاية دبلوماسية تقول. يعني عادي، ممكن تقول عادي، قول في مؤامرة بتتعمل، قول والله السبب مثلا ان الاسعار بتعلى عشان في 1 2 3 4، لكن بجد الموضوع بقى سخيف قوي. الفزلكة الكبيرة وان احنا ننقي كلام كبير عشان نغطي على حاجة مش عايزين نقولها او نبين ان احنا مثقفين، ده بيعمل حاجتين: اولا بيبقى اغلب الناس هي مش فاهمه انت عايز تقول ايه، وفي ناس بيبقى بالنسبه لها دي حاجه كويسه، اللي هو انا بنت ان انا مثقف ان هم ما فهمونيش. والحاجه التانية بيبقى شكلك باين ان انت بتهرب من الموضوع. فخلينا نتكلم يا جماعه ببساطه. حاجه بنعملها غلط، حابين نعملها غلط نقول غلط، حاجه مش فاهمينها نقول ان احنا مش فاهمينها.